تخيل كده معايا، تبدأ شركتك من جراج صغير وتقضي أيام وليالي بتجمع أول جهاز كمبيوتر بإيدك، وانت مؤمن إن فكرتك هتغير العالم كله. وبعد ما الشركة تكبر وتحقق نجاح كبير، يجي اليوم اللي تطرد فيه منها. دي مش قصة فيلم، لأ، دي قصة ستيف جوبز وشركة أبل، قصة فيها حلم وفشل وحكاية فعلا تستحق إنها تتحكي. تعالوا بينا أحكي لكم الحكاية من البداية. قبل ما يبقى اسم أبل معروف في كل بيت، قبل الآيفون والماك والآيباد بسنين طويلة، كان في شاب عنده 21 سنة اسمه ستيف جوبز. كان عنده رؤية، كان مؤمن إن التكنولوجيا تقدر تغير حياة الناس. راح لصاحبه العبقري ستيف ووزنياك، كان مهندس بيعشق الإلكترونيات ويعرف يحول الأفكار دي لأجهزة حقيقية. ورغم إن كل واحد فيهم مختلف عن التاني، لكن جمعهم حلم واحد، إن الكمبيوتر ما يبقاش جهاز معقد موجود في الشركات والجامعات بس، لكن يبقى موجود في كل بيت. ومن هنا بدأت أول خطوة في رحلة أبل. في سنة 1976 بدأوا يشتغلوا فعلاً على أول جهاز كمبيوتر ليهم، واللي اتعرف بعد كده باسم أبل 1. باعوا أول دفعة منه، وبعد نجاح أبل 1 بدأت رحلة أبل الحقيقية مع ظهور أبل 2. باع ملايين النسخ، ومن هنا بدأ اسم أبل يلمع في عالم التكنولوجيا. على فكرة، حتى اسم أبل كان وراه حكاية. ستيف اختاره لأنه كان بسيط وسهل يتقال. كان وقتها راجع من مزرعة تفاح وبيمشي على نظام غذائي بيعتمد على الفاكهة. في سنة 1985 قرر مجلس إدارة أبل إبعاد ستيف جوبز عن الشركة اللي هو بنفسه أسسها. ده حصل بعد خلافات طويلة على طريقة إدارة الشركة ومستقبلها. تخيل تبني حلمك بإيدك وفي الآخر تلاقي نفسك براه. وقتها طبعاً الكل افتكر إن دي نهاية جوبز. ما كانش حد يعرف إن الحكاية ما انتهتش هنا. بدأ ستيف رحلة جديدة، أسس شركة سماها نيكست، كان هدفه منها إنه يقدم أجهزة كمبيوتر متطورة أكتر. بعدها دخل ستيف عالم مختلف تماماً، اشترى استوديو رسوم صغير اسمه بيكسر. الاستوديو ده هيقدم بعد كده فيلم توي ستوري، ويبقى واحد من أنجح استوديوهات الأنيميشن في العالم. في نفس الوقت أبل كانت على وشك الانهيار، المبيعات بتتراجع والخسائر بتزيد، لكن كان في قرار هيغير مصير أبل بالكامل، إن ستيف جوبز يرجع مكانه الطبيعي. وفي سنة 97 رجع ستيف، بدأ يعيد ترتيب الشركة من جديد بأفكار مختلفة. سنة 98 أبل قدمت جهاز الآي ماك، جهاز بتصميم مختلف وشكل جديد، وكان بداية عودة أبل للمنافسة. بعدها قدمت أبل جهاز الآيبود، جهاز غير شكل تجربة الموسيقى في العالم. لكن لسه ستيف جوبز كان عنده أكتر. وسنة 2007 وقف ستيف جوبز على المسرح، قال إنه هيقدم 3 أجهزة جديدة، لكن المفاجأة إنهم كانوا جهاز واحد بس، الآيفون، جهاز بتصميم مختلف غير شكل الهواتف الذكية. جه بعده الآيباد والأبل واتش، كل واحد منهم فتح سوق جديد لأبل. ومن هنا بدأت أبل رحلتها عشان تبقى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. وكده وصلنا لنهاية الحكاية، لكن عرفنا البداية.